السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي. طبعا احنا بنعمل دلوقتي العلاج على الهوا حصري مع سعد المصري على اليوتيوب. النهاردة هنتكلم في موضوع في غاية الأهمية، علاج زيادة الشهية. علاج زيادة الشهية. علاج زيادة الشهية مش معنى كده ان واحد مش راضي ياكل او بياكل كتير فانا عايز اقلل الشهية بتاعته، لا، المقصود بيها ازاي ان انا ازود الشهية بتاعته. الناس اللي بتعالج من النحافة، الناس اللي عندها اطفال مغلباها طول اليوم في الاكل والشرب وتفضل تايهه كده ورا البنت او الولد عشان تاكله بس زبدايه او تاكله بيض او تاكله مش عارف ايه. فهناك فرق جامد جدا بين عدم تناول شهية معينة والرفض والعند، لمجرد الرفض والعند خصوصا عند الاطفال. طيب في نقطة مهمة جدا جدا، ازاي ان انا اقوي بيها زيادة الشهية. طيب الناس اللي ما عندهاش الاول، قبل ما اتكلم عن النقطة اللي ما عندهاش الشهية او اقبال على الشهية، ده راجع لايه؟ راجع ان هناك كسل في المعدة. المعدة لما بتاكل حاجة بيكون في مشكلة في وصل الهضم، الاكل بيتراكم كتير جدا في المعدة، عملية البراز بتبقى قليلة، وبالتالي هو ما عندوش الاحساس بالجوع. خلي بالكوا ده عند كبير وعند صغير، ما عندوش انا مش جعان، انا حاسس ان مش جعان. ناس كتير جدا مننا كده، وممكن ياكل نص وجبه ولا وجبه ويقعد عليها طول اليوم وهكذا بقيه الايام، وطبعا بتلاقي جسمه يضعف وبيبقى نحيف وبيكون عنده نقص فيتامينات مهمه جدا جدا. طيب انا عشان اقوي زياده الشهيه دي عندي نقطه مهمه جدا جدا، بسمي هذه النقطه اللي هي E41. النقطة E41 دي هي الخاصة بوعاء المعدة. النقطة E41 ممكن نحصل عليها بسهولة جدا جدا. ازاي؟ هي بتقع فوق عتق القدم داخل تجويف بيظهر بين الوترين تماما، يعني في منتصف مفصل الكاحل من الامام. بلاقي هنا في الجزء دون كده من عند القدم نقطة مجوفة اقدر ان انا اضغط عليها. النقطة دي اللي هي E41 ممكن نبص عليها في الكتب عن طريق النت، بتسمح في بسهولة الهضم وبتعالج خمول او كسل المعدة. وبيشير الخبراء الى ان النقطة E41 دي من النقاط الفصلية. يعني ايه النقاط الفصلية؟ يعني اللي بتتأثر بفصول السنة، فهي في احسن قدراتها في على التأثير بتكون في نهاية الصيف، في حين بينعدم تأثيرها تقريبا في الربيع. وهي ايضا من النقاط اللي بنسميها النقاط المشمسة، اي النقاط التي يفضل تدليكها والشمس مشرقة، يعني تقريبا كده ما بين الساعة 9 للساعة 12 ظهرا. خلي بالكم والله يا جماعة موضوع في غاية الأهمية، تحسوا كده سبحان الله كأنها حاجة سحر. مجرد ما بدوس على هذه النقطة المجوفة في الساق بتلاقي الطفل على طول شهيته اشتغلت، المعدة اشتغلت، حصل تكافؤ كويس جدا وزادت كفاءة المعدة من الكسل اللي فيها، وابتدى ان هو يقول لك مامي انا جعان، او هتلاقي نفسك انت نفسك مقبل انك تاكل وجبة كبيرة جدا. اوعى تنسى بعد ما تاكل ادعي لي. كان معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي والشياس. للتواصل معايا رجاء اتصال على 012 36 90 535 او عن طريق الايميل سعد_استاذ online@yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.